في الدقيقة 80 من زمن المباراة. طبعا كانت في مخالفة. طبعا هنا مخالفة على لاعب نادي الوحدة رقم 71 عبد العزيز الكلثم. الحكم احتسب مخالفة، ركل بإهمال من اللاعب، ركلة حرة مباشرة، قرار صحيح من حكم المباراة. الحالة الأخيرة في المباراة كانت في الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضايع، كان في سقوط لاعب نادي الهلال أحمد الفريدي داخل منطقة الجزاء. نشاهد هل لاعب نادي الوحدة قام بعملية عرقلة أم لعب الكرة. إذا لعب الكرة فالعملية لا توجد. لاحظ الآن نجح في لعب الكرة، مدافع نادي الوحدة نجح بلعب الكرة. لاحظ قدم لاعب نادي الوحدة اليمنى أبعد الكرة، وبالتالي لا توجد مخالفة، وكان قرار صحيح من سامي النمري باستمرار اللعب بعد أن سيطر عليها حارس المرمى ولم يرتكب أي مخالفة مع مهاجم نادي الهلال. هذه أهم الحالات في مباراة اليوم الهلال والوحدة. لكن عموما طاقم التحكيم سامي النمري ومساعديه مؤيد الصائغ وفهد العمري أداروا المباراة أيضا بتقدير جيد. انتهيت من الحالات التحكيمية، بس أرجو أنه بالنسبة لعملية طرد رادوي عرضنا الحالة كاملة، وهذا الموجود حسب ما طلعت على الهواء مباشرة. هذا المتوفر عندنا. عشان انتم طبعا في الحساسية يقول لك بكره والله الضربة دسوها وما جابوها. اي لا، هذا ايام اول. هذا ليش ايام اول؟ لما